صباحك بطيخ. اسمي جلال، والقصة دي حصلت لي وانا عندي 24 سنة. كنت ساعتها شغال فرد امن في مشرحة القصر العيني في عين شمس. في يوم من الايام كنت مروح من الشغل يوم الخميس بالليل، وبعد 6 ايام شغل متواصل اخيرا جه يوم اجازتي. يا دوب اشتريت العشاء وروحت علشان اتعشى مع والدي ووالدتي. وصلت البيت من هنا ولقيت التليفون بتاعي رن، واللي بيتصل دكتور اشرف مدير المشرحة اللي انا شغال فيها. انا استغربت جدا انه بيكلمني وبكره يوم الاجازة بتاعتي وما عنديش شغل. فتحت عليه وقال لي: جلال، انا عايزك الساعة 3 الفجر تكون عندي في المشرحة. اتفاجئت وقلت له: ازاي يا دكتور اشرف؟ ما انت عارف ان بكرة يوم اجازتي واني بستنى اليوم ده. فرد وقال لي: معلش يا جلال، الامر طارئ وانا محتاجك وهعوضك مكان اليوم ده باسبوع مكانه اجازه. ما اكدبش عليكم، هو اغراني بالاسبوع بصراحه، واني كنت فعلا محتاج الاسبوع ده. فقلت له: تمام يا دكتور، هريح لي ساعتين ولما اصحى هكون عندك. يا دوب اتعشيت وريحت شويه وصحيت من النوم، دخلت اخدت دش ولبست ونزلت عشان ارجع المشرحة. لما وصلت المشرحة لقيت الدكتور اشرف جامع كل الدكاترة وكأن في مشكلة كبيرة حصلت، ولما شافني راح نادي عليا وفض الاجتماع. فرحت قلت له: ايه يا دكتور، هو ايه اللي حصل؟ فرد عليا وقال لي: انت سمعت عن الجثة اللي اتحرقت جوه الحمام؟ فقلت له: هو انا بس اللي سمعت عنها يا دكتور، ده الناس كلها بتتكلم عليها وقلب السوشيال ميديا. رد عليا الدكتور وقال لي ان الجثة دي هتكون عندنا النهارده في المشرحة ولازم يكون عليها حماية مشددة. بعد ما قال لي كده انا حسيت ان جسمي اترعش فجأة، ورحت قلت له: انت بتقول ايه يا دكتور؟ انت بتتكلم جد؟ هم ما لقوش مشرحة في القاهرة كلها الا عندنا هنا في عين شمس، وكمان انت جايبني عشان احرس الجثة دي لوحدي؟ فلقيته رد عليا وقال لي: ما تقلقش، هيكون معاك 2 تاني من الامن، بس انت عارف انه انت الوحيد اللي بثق فيه وبكون مطمن لما تكون موجود. رحت قايل له: بس انت يا دكتور عارف قصة الجثة دي واتحرقت ازاي وليه؟ من تعبيرات وشه انا حسيت انه عارف قصة الجثة، بس عشان يطمني رد عليا قال لي: لا مش عارف، بس هي اتحرقت عادي يعني زي غيرها كتير. فقلت له: بس اللي انا سمعته يا دكتور واللي قنوات التلفزيون اتكلمت عنه ان الجثة دي اتحرقت بفعل فاعل، وان الفاعل ده مش من الانس. اول ما قلت جملة مش من الانس فجأة لقيت الكهرباء قطعت. بصراحة أنا ساعتها حسيت بخوف شديد جدا وما كنتش مستريح، وحسيت كمان إنه مش صدفة إن الكهرباء تقطع وإحنا بنتكلم في الموضوع ده، بس قلت عادي يعني مش لازم نكبر الموضوع، ما يمكن صدفة بجد. وساعتها شغلوا مولدات الكهرباء، والدكتور قال لي: ما تصدقش الكلام ده وافتكر إن كلها كام يوم وهنخش على الشهر الكريم ومفيش الكلام ده فيه. وضحك كده ضحكة خفيفة وطبطب على كتفي وقال لي: افتكر كمان إن في أسبوع أجازة لي. وفضل يقنع فيا لحد ما وافقت إني أقعد. بس بيني وبينكم انا كنت حاسس بخوف اول مرة احس بيه. انا شغال امن في المشرحة دي من وانا عندي 20 سنة، يعني من حوالي اكتر من 4 سنين، وعدى علي حالات كتير قوي كان عليها جدل، زي جثة منصور اللي هتشرفنا كمان شوية. كانت بتيجي جثث كتير قوي محروقة ومتقطعة وما كنتش خايف ولا اي حاجة، بس المرة دي احساس الخوف كان موجود جوايا وكأن قلبي بيحذرني من حاجة هتحصل. على الساعة 4 الفجر تقريبا الجثة وصلت المشرحة، لكن اكتشفنا ان في حاجة مريبة حصلت في عربية الاسعاف اللي كانت جايبة الجثة. لما العربية وصلت لقيوا الاتنين اللي بيركبوا مع الجثة ورا ميتين بسكتة قلبية، فعلى طول دخلنا الجثة بتاعت منصور ومعاها الاتنين بتوع الاسعاف، ولما الدكتور كشف عليهم قال انهم شافوا حاجة وقفت قلبهم فجأة وما قدروش يستحملوا المنظر. انا بعد اللي سمعته ده سبت المشرحة وروحت جري على البيت، حرفيا اخدت الطريق في 3 دقايق. لما روحت البيت لقيت دكتور اشرف بيتصل بيا، ولما رديت عليه لقيته بيقول لي: ايه يا جلال انت فين؟ قلت له: انا في البيت، وبصراحة يا دكتور انا مش هقدر اعمل اللي بتقولوا عليه ده بعد اللي حصل. قال لي: يا جلال اللي حصل للممرضين بتوع الاسعاف ده قضاء وقدر عادي يعني. قلت له: الاتنين في مرة واحدة يا دكتور؟ فضحك وقال لي: يا جلال ما هو بيموت بال5 6 في نفس المكان وفي نفس الوقت، محدش بيهرب من قدر. وقال لي: يا عم وعد مني اسندني انت بس اليومين دول لحد ما الجثة دي تغور في داهية وتدفن، وليك عندي شهر اجازة ومرتبك شغال.
اي خدمه. بصراحه انا كنت محتاج قوي الشهر الراحه ده، فقلت خلاص هخليها على الله وارجع تاني وخلاص، يعني ان شاء الله مش هيحصل حاجه. رجعت المشرحه وكنت قاعد حارس قدام الاوضه اللي فيها الجثه، وفي نفس الوقت الاتنين اللي كانوا معايا كانوا نايمين، لاننا اتفقنا اننا هنريح بعض في النوم. وانا في الوقت ده كنت صاحي ومش بعمل اي حاجه من الخوف والقلق، وكنت حاسس ان في حاجه هتحصل. لكن الشمس طلعت والوقت عدى ورحنا صلينا الجمعه ورجعنا تاني، وانا كنت شبه مطبق من امبارح وحسيت اني تعبان، فدخلت نمت في الاستراحه. من كتر التعب والارهاق انا ما حسيتش نفسي، ونمت من الساعه 2 لحد الساعه 10 بالليل. وطبعا الاتنين اللي معايا كانوا عارفين اني مرهق ويوم الاجازه راح عليا، فيشكروا بصراحه سابونا انام براحتي. صحيت وبقول لهم خير يا رجاله، الجثه طلعت من المشرحه ولا لسه موجوده؟ قال لك لا، الجثه لسه موجوده والدكاتره ما عرفوش يوصلوا للتشريح المناسب، فلسه الجثه هتقعد في التلاجة لحد بكره، لان دي قضيه راي عام ولسه المحضر مفتوح. فالدكتور اشرف قابلني وقال لي انا محرج جدا منك والله، بس معلش انت هتبات النهارده بس لحد ما الجثه تتسلم، ومن يوم اللي حد اجازتك هتبتدي. فقلت في نفسي خلاص بقى عادي، ما هو عدى اهو حوالي يوم ومفيش حاجه حصلت، فاستحمل شفت الليل ده بس واخلع على الاجازه بتاعتي. رحت كلت لقمه وشربت شاي، وعدى الوقت والساعه جات لي 1:30 بالليل. كنت قاعد مع الاتنين اللي معايا قدام الاوضه اللي فيها جثه منصور، وبيني وبينكم احساس القلق رجع لي مره تانيه، وكنت ببص على ازاز الاوضه اللي مش مبين منه غير ضلمه، وكنت قلقان. وفي نفس الوقت ده قمت علشان اروح الحمام، ووصلت لحد الحمامات، ولما دخلت بعد ثواني بالظبط سمعت صوت صريخ واستنجاد من فرد من افراد الامن اللي كانوا قاعدين معايا قصاد الاوضه. في اللحظه اللي سمعت فيها صوت الصريخ انا نبضات قلبي بقت سريعه جدا، ورحت خارج من الحمام بسرعه علشان اروح اشوف ايه اللي حصل. ولما وصلت عندهم لقيت سليمان فرد من افراد الامن واقع على الارض وفاقد الوعي، ولقيت عم شعبان فرد الامن التاني قاعد على الارض وضامم رجليه وحاطط ايديه على وشه وهو بيبكي قوي وبيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفضل يكرر الايه. جريت عليه وقلت له مالك يا عم شعبان، ايه اللي حصل ومين اللي عمل في سليمان كده؟ ما ردش عليا وفضل يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان باصص ناحيه الاوضه اللي فيها الجثه. كلمت بسرعة دكتور أشرف وحكيت له عن اللي حصل، وبعد شوية جه. اللي صدمني هنا وخلاني اترعبت إن سليمان مات. هنا أنا تفكيري اتشتت وحسيت إن قلبي وقف بعد ما سمعت اللي دكتور أشرف قاله بعد ما كشف على سليمان. رحت قلت لدكتور أشرف وأنا ببكي بحرقة على صاحبي اللي مات، معلش يا دكتور أنا همشي، وبعد اللي حصل ده أنا مش هقدر أكمل، الجثة دي وراها حاجة مش طبيعية. لقيت الدكتور أشرف بيقول لي مش انت يا جلال اللي تخاف وتترعب كده؟ رحت قاطعته في نص الكلام وقلت له هو انت لسه هتبرر لي؟ انت بعد كل اللي حصل ده وانت برضه مش مصدق؟ الجثة دي يا دكتور كل الناس بتقول انه كان بتاع اسحار، والجن غضب عليه وحرقه جوه الحمام، وقبل ما يموت كان بيواجه صعوبات كتير وكانت برضه من الجن. الدكتور قال لي يا جلال يا حبيبي كل اللي انت بتقوله ده اشاعات وملهوش اي صلة بالحقيقة، يعني هنصدق الجهل ونسيب العلم، وبعدين الجثة دي اخرها الليلة وبعد كده هتدفن. قلت له انا اسف يا دكتور والله انا راجع بيتنا ومش هقدر اكمل تاني، مش يمكن يكون الدور عليا. لقيته بيقول لي ابوس ايدك انا عايزك تقف جنبي، سليمان مات وعمك شعبان رجع البيت لانك شفت الحالة اللي هو فيها. الشرطة جاية الصبح عشان تستلم التقرير والجثة، ولو جم ملاقوش حد على باب الأوضة أنا هروح في 60 داهية ومفيش غيرك اللي هتنقذني. أنا هقعد معاك ومش هروح لحد ما نكمل الليلة دي مع بعض، وبعد كده هعمل لك اللي انت عايزه. بصراحة حسيت في اللحظة دي ان الدكتور صعب عليا، واني هبقى ندل قوي لو سبته في ظروف زي دي، وان الدكتور اشرف هو اللي شغلني في المشرحة بعد ما خلصت الدبلوم على طول واخدت اعفاء من الجيش، ووقف جنبي كتير خلال الفترة اللي فاتت دي كلها، فقررت ان اكمل.
الدكتور راح على مكتبه وانا رجعت تاني عشان اقف قصاد الاوضه، وقلت ان دي اخر ليله وان شاء الله هتعدي. وفضلت اقرا قران لسليمان صاحبي اللي لسه متوفي. الساعه كانت داخله على 3:30 الفجر، وفي الوقت ده حسيت اني جعان، فكنت جايب معايا فينو وجبنه ولانشون، فجبتهم وحطيتهم على الكرسي اللي قدامي وبدات اكل. وفي نص الاكل سمعت صوت خبط جوه الأوضة. أنا أول ما سمعت الصوت ده قلبي وقع في رجليا، وسبت كل اللي في إيدي ووقفت متسمر. وفجأة صوت الخبط علي، وسمعت صوت تلاجة بتفتح من التلاجات. جسمي اترعش وحسيت إن قلبي بيدق جامد، وفجأة الصوت وقف. وبعدها على طول سمعت صوت حد بيفتح أجرة الباب من جوه، ولقيت دخان اسود بيطلع من تحت باب الاوضه. في اللحظه دي انا ما حسيتش بنفسي غير وانا بجري باقصى سرعه عندي وبخرج من المشرحه. ولما خرجت على طول لقيت الدخان الاسود بيطلع من كل مكان في المشرحه، وسمعت صوت صريخ الدكتور اشرف وهو بيستنجد بيا. انا مش الشخص البطل اللي هيرجع المشرحه تاني في الموقف ده بعد اللي شفته جوه، فلقيت نفسي بكمل جري على البيت. ولما وصلت دخلت وقفلت الباب، وحسيت ان جسمي متجمد وبترعش. ووالدتي كانت بتغطيني وبتسألني هو ايه اللي حصل، وانا ما كنتش عارف ارد ولا حتى عارف احرك لساني. الصبح سمعت ان دكتور اشرف كويس وما ماتش، بس جاله نفس الحالة النفسية اللي جاتلي. فضلت على الوضع ده شهر كامل وقاعد في البيت خايف اخرج منه، وكانوا بيجيبولي شيوخ وبيقولوا ان ده ممسوس. طول الفترة دي كنت بشوف في الأوضة بتاعتي جثة محروقة، وكنت بصرخ بأعلى صوت عندي لما بشوفها. حسيت ان الجثة واللعنة اللي وراها مش عايزين يسيبوني، رغم اني ماليش ذنب في اي حاجة. لكن بعد ما عدى سنة كاملة بقيت كويس ورجعت لطبيعتي تاني. وبعدها رجعت اشتغل، لكن اشتغلت فرد امن في مصنع ملابس حريمي. انا جلال محمد شبانة، ودلوقتي عندي 37 سنة. ودي ما كانتش اخر قصة تحصل لي، لان كل اللي حصل في المشرحة ما يجيش اي حاجة جنب اللي حصل في مصنع سارة سليم. لو عجبتك القصة ما تنساش تنزل تقول لي رأيك تحت في الكومنتات، وتحط لايك للفيديو. وصباحك بطيخ.